وهو قرار غلق المحلات، راي سيادتك فيه الذي تراجعت عنه الحكومه؟ ولا انا رايي فيه ان هو كان قرار متسرع غير مدروس، وكان لابد ان الحكومه تتراجع عنه، لان كان ليه سلبيات هتحدث لو تم تطبيق هذا القرار. فهو احسنت الحكومه انها تراجعت عن هذا القرار، ولكن هو التراجع تم بشكل شيك وبشكل يعني في استمعت الى مطالب الاتحاد العام للغرف التجاريه، ده شيء جيد. ده لازم تستمع، لانه قبل ما كانت تصدر القرار الحكومه، وبعدين هو كانت فكره اصدار قرار، ما كانش القرار صدر. كان المفروض قبل ما تصدر مثل هذه القرارات كان يجب انها تراجع الاتحاد العام للغرف التجاريه، اتحاد الصناعات، تشوف التجار وتشوف رد الفعل وتاثيره السلبي او الايجابي. في حاله وجود ايجابيه للقرار كان يجب انه يصدر، وكلنا بنرحب بيه. يعني ما حدش ضد التنظيم، ما حدش ضد ان الامور تبقى واخده شكل مستقر وفي تنظيم وفي تعاون ما بين الحكومه والتجار، ولكن في يعني اعتقد قرار مثل كده ده ليه بعد امني وبعد اقتصادي وبعد سياسي وبعد هو القرار اللي الحكومه خدته بالمنظور ان ده هيوفر استهلاك من الكهرباء، المترو هيوفر ساعتين بدري، هيوفر جزء ايضا من الكهرباء، العربيات النقل العام برضو جزء من السولار. فهل ده المجموعه دي او الحزمه دي كانت برضو راي الاتحاد العام للغرف التجاريه، او حضرتك كممثل لشعبه او جزء كبير من التجار شايف ان الساعه 10 ل 12 زي ما بيطبق في كل دول العالم، حضرتك اكيد سافرت بره، ده ما كانش جيد؟ ما انا اقول لحضرتك، انت عشان دايما بتحصل مشكله في تطبيق القرارات او المطالبه بتطبيق قرارات. اما نيجي نطبق قرار نقول لك زي امريكا، زي دول اوروبا، زي انت عشان تطبق قرار لازم تكون البنيه التحتيه بتاعه تطبيق القرار متوفره عندك زي امريكا. الحاله الاقتصاديه تبقى متوفره، سلوكيات المواطن تبقى موجوده. يعني لازم انت تطبق قرار او تعمل تجربه شبيهه بهذا القرار تبقى نفس اللي موجوده عند الدول الاوروبيه موجوده عندك في مصر. ولكن انت عندك مشاكل كتيره جدا. سلوكيات المواطن، انت عندك المواطن اللي انا لما بسافر بره بتلاقي المواطن الساعه 7 راكب عربيته وراح شركته. احنا هنا اغلب المحلات التجاريه نشاطها بيبدا بعد الساعه 10 وبعد الساعه 11. القوة الشرائية بتتمثل كلها 70% منها بتبدأ من الساعة 6 بعد العصر. فبالتالي ما ينفعش ان انا اجي اقول اطبق قرار النهارده، لا ده انا لازم امهد واخد بعض التجارب المشابهة لتجربتنا، ننبه للناس نقول لهم احنا عندنا 6 شهور اختبارات، عندنا 6 شهور تجارب. طب ينفع ايه؟ زي ما عملوا كده في الاخر مع اتحاد الغرف التجارية، وفي الاخر وصلوا لهذا القرار. وانا اعتقد ان القرار حتى بعد ما نوصل لشهر 4 مش هيتطبق بالشكل اللي هم عايزينه. هو اعتقد هو المؤشرات بتقول انه هيبقى الساعه 12 بالنسبه للمحلات هو ده اللي مطلوب. هو في الشتاء اساسا احنا ما بنقعدش اكتر من 12. هو الجو العام والشتاء والصيف هي ليها مواعيد خاصه. يعني انت ما ينفعش في رمضان تيجي تقول لي في ال 12 ولا في الوحده ولا في الصيف ولا في القاهره. في الصيف اسكندريه صعب، لان انت كمان بتاثر على السياحه، بتاثر على القوى الشرائيه، بتاثر على مبيعات المحلات. فهي القرار يعني انا كان اول ما سئلت في هذا القرار قلت هو كان قرار متسارع لمحاوله لتوفير جزء او ايجاد جزء من خلال زي ما قلت حضرتك ساعتين والناس تروح، والطاقه والكهرباء والاتوبيسات والكلام اللي ده بيقوله. ولكن انا اعتقد سلبياته كانت هتبقى اكتر من ايجابياته. لان انت لما تيجي تشوف بعد الساعه 10 الناس دي هتروح فين؟ والقهاوي اللي كانوا هيقفلوها والناس هتقعد في بيتها تعمل ايه؟ ومشاكل حدوث البيت يعني كان فيها تفاصيل كتير جدا لم تدرس. انت عندك في نشاط بيبدا من بعد الساعه 12. عندك اسواق الجمله كلها اللي هي خاصه بالسوق العبور وسوق اكتوبر، وفي محلات ما بتشتغلش غير بعد الساعه 12 بالليل. فانا النهارده لما تيجي تقطع ارزاق كم كبير جدا، اقول 25% من ال 4 مليون تاجر اللي موجودين او الانشطه التجاريه هتعمل ايه؟ فبالتالي هو كان يعني وايضا دي جزء من البطاله. طب استاذ حسام